دي بقى السمك يا حبايبي، الجمبري الغلابه اللي انا قلت لكم عليه. ده المكرونه البلدي وعملنا منه طاجن. ودي السلسله بتاعت السمكه البياض اللي احنا جبناها، ورز وسلطه وطحينه. بألف هنا. بصوا بقى، ده جمبري الغلابه اسمه ايه؟ سمكه البربوني. هي حجمها صغير كده وفي منها حجم كبير، بس دوت اللي بيتعمل زي الجمبري. بتشيل الراس دي، هننضفه مع بعض، وهشيل الراس بس وهحمره زي الجمبري واوريكم الطريقه بتاعته. وده مكرونه بلدي صغيره جايباها برضو من السوق، تبقى جميله قوي، احلى من المكرونه الكبيره في القلايه. هغسلهم بقى حلو وننضفهم وارجع لكم. انا نضفت كله اهو، وسبت كام واحده عشان اوريكم بيتنضف ازاي. بصوا احنا بنشيل الراس كده، ولا بنحتاج مقص ولا بنحتاج اي حاجه. ده البربوري اهو، بصوا من جوه نجيب برضو حلو اهو، يا دوبك يتغسل بس بميه وليمون وخل. والمكرونه نفس النظام برضو اهي. مكرونه بقى بالمقص، نشيل بس الراس. بصوا كل اللي جوه بيطلع في قلبي اهي. بصوا نضيفها ازاي من جوه. اعمل معاكم كمان واحده. ده حجم المكرونه البلدي اهي. هي بقى السمك معانا اهوت، ملح وكمون وكزبره وتوابل سمك ونص معلقه كركم ونص معلقه بابريكا، وده ليمون بتاع ده توم مفروم هنحط على بعضه كده. ودي 3 ليمونات احنا عصرينهم. نحط شويه خل، نقلب كله بقى. هنحطه بقى كام معلقه كده على السمك المكرونه اللي احنا جايبينه. نحط شويه على برضو البابروني ده. في واحد حاطط ايديه على مناخيره مبيحبش السمك. حبايبي احنا بنعفره بالدقيق اهو بقى، وهنقليه بزيت غزير. حطينا بقى الزيت اهو سخن جامد. دول الشويه اللي احنا قليناهم، وهقلي معاكم بقى شويه تاني. لازم الزيت يبقى غزير ويبقى سخن.